السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين ديال الدجاج بالجلبانه والقوق. نتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش تعملوا فائده، وتفعلوا الجرس كذلك باش يوصلكم كل جديد. ونبدا على بركه الله. هنايا عندي الدجاج، غادي نزيد عليهم حبه ديال البصله مشلضه، نزيد كذلك الملحه، شويه ديال القزبر ومعدوس مقطعين. هنا غادي ناخذ العطريه نديرها في كاس. خديت معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال السكنجبير، ناخذ كذلك معلقه ديال الابزار، غادي ندير الماء، نحاول نحرك مزيان، نفرغ الخليط ديالي من فوق الطاجين. نزيد كذلك زيت البلديه، هذا هو الطاجين ديالي من بعد ما درت له العطريه. غادي نديرهم فوق البوطه، نرجع معكم. هنايا غادي نديرهم فوق البوطه، نخليه يطيب شويه باش نصاوب معكم القوق. هيا غادي ناخذ الليمونه، غادي ناخذ واحد الاناء غادي ندير فيه الماء، غادي نعصر فيه هاد الليمونه باش منين ندير القوق ديالي ما يكحاش. غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير نصايب القوق. هنايا انا كندهن يدي بداك الليمونه اللي ما كتكون حدايا داك النص ديال الليمونه، كندهن يدي باش ما كيكحالوش. غادي نصايب هاد القوقه، كنصايبها قبل ما نوصل للجدر، كنقطع بالموس باش تبقى لي القوقه ديالي ملحمه. حاولوا تسرعوا منين تكونوا كتصايبوا القوق، سرعوا باش ما يكحلش معكم. وكذلك كدهنوه بالحامض. غادي نحيد داك الزوائد اللي عندي في الجوانب. انا كنخدم وانا ندير الليمون. هنايا الا كان القوق ديالكم طري خليو له داك الجدر ديالو، ما كانش طري حيدوه. هذا هو القوق كيجي كيبقى ملحم. غادي نشارك معكم حبه اخرى. هنايا غادي قبل ما نوصل كنحيد القوق، قبل ما نوصل للجدر كنقطع بالموس. ما ننساش ندهن يديا بالليمون باش ما يكحالوش. طريقه سهله ما فيهاش حتى شي تعقيدات. من بعد كنحيد هذا القلب الدخلاني ديالو كيكون مشعر. كندهن بالليمون. غادي نحيد هاد الجوانب، نحيد كذلك داك الجدر. ملي كيكون طري ممكن تخليوه كيجي زوين. انا كنسالي بالحبه كنديرها في داك الماء والليمون باش كتبقى محافظه لي على اللون. هذا هو القوق ديالي من بعد ما صايبته. غادي نضيف كذلك الجلبانه، نخلي الطاجين ديالي غير شويه يغلي، ندير القوق وندير الجلبانه نخليه يطيب. من بعد ما غادي يطيب الطاجين غادي نزيد عليه الزيتون، واحد المزيوده ديال الفلفله كتزين فقط، والليمون
البلدي مرقد غادي نضيفو كذلك للتزيين. هذا هو الطاجين ديالي من بعد ما طاب. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. هنايا انا قدمته مع الزيتون، نتوما ممكن تقدموه مع لي سلطات، وبالصحه والراحه.